السلام عليكم يا رجاله. مش هعرف اروش عليكم النهارده بكلمتين، وده بسبب البنت دي واللي حصل فيها. وقت جاي منكم زباله مسك عليها صور وهي ملهاش ذنب، خلاها تسجل له فيديو وتهين في نفسها، وكان عاوزها تديله شبكتها وتقول لخطيبها ان الدهب وقع منها. هو الموضوع اتحل الحمد لله، لكن انا كسلامه الموضوع اثر فيا فشخ وزعلت. بالك بالبنت دي وازاي استحملت الظروف دي اصلا، ربنا يعينها. قبل ما ندخل عاوزك تدوس لايك وسبسكرايب وفولو الاكونت الانستجرام وبيجي الفيسبوك، وهتلاقي كل ده في الديسكربشن. وما تنساش تصلي على اشرف الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا بينا. هيتو، ممكن لما تفتح تكلمني؟ عاوزاك في مسألة ضرورية. شرف، الحقني، انا كنت بعت عليكم كتير بس من اكونت تاني. انا كل شوية ببعت لكم، حد يلحقني الله يستركم. لما تفتح ضروري رد عليا، بالله عليك ترد عليا، محتاجاكم ضروري. انا فاتح معاكي سلامه. الحمد لله انك فاتح. انا بقالي كتير قوي ببعت لكم ومحدش بيرد عليا. استحملت كتير قوي على امل انكم ترجعوا لي حقي. اتفضلي معاكي. مش هطول عليك يا احمد، بس باختصار في صفحة بتسأل اسئلة زي نظام جفت كده. اسئلته عن حاجات زي المطبخ والاغاني والافلام وحاجات عامة. يا اما بكسب ايفون 12، يا اما ايربودز، يا اما ساعة سمارت. انا كان نفسي اكسب اي حاجة من دول، كان نفسي في ايفون قوي. جاوبت على كل الاسئلة، مش هكدب عليك اني ما كنتش بعرف، كنت ببحث عليه من على كروم واجاوب. وجاوبت كل الاسئلة صح ودخلت السحب وطلع اسمي من الفايزين انا واتنين كمان. هو لما كلمني قال لي كده. انا ما كسبتش الايفون، كسبت الايربودز. وقال لي تدخلي على اللينك ده تسجلي فيه بياناتك عشان اشحن لك الجفت. كتبت عنواني ورقم موبايلي. عشان اكتب كل ده كان لازم اسجل باكونت الفيسبوك. لما سجلت وكتبت كل حاجة دخلني على عد تنازلي. فضلت مستنية ومش عارفة اعدي ايه ده. لقيت اكونت فيسبوك باسم غريب كده ومليان زخارف بيبعت لي ويقول لي تم الدعس، وقال لي الفاظ مش هقدر اقولها لك. انا كل ده مش مستوعبه اللي بيحصل ومش فاهمه حاجه. مين ده ولا بيكلمني كده ليه؟ رحت عملت له بلوك فورا وقلت ايه الاشكال الزباله دي. بعدها بشويه لقيت الاكونت بعت لي تاني وبيقول لي اعمل بلوك براحتك يا كذا ويشتم تاني. انا ساعتها ما كنتش فاهمه هو البلوك اتفك ازاي. قال لي طبعا انت مستغربه انا بكلمك ازاي تاني والبلوك اتفك ازاي. انا اخترقتك وصورك معايا. انا في العاده صوري كلها بتنزل بحجابي. كنت قافله الاكونت ومعليهوش حد غير صحباتي ومفيش ولا ولد. راح الزباله مركب وشي بالحجاب على جسم ست. استغفر الله العظيم. انا اول ما شفت الصور جات لي رعشه وما بقتش قادره اخد نفس. يا ريت الارض كانت تنشق وتبلعني ولا يجي يوم اشوف نفسي في وضع زي ده. الصور لو شفتها مش هتشك 100% انها متركبه، بس حتى لو انت شفت الصور دي هتحكم عليا بايه ولا هتقول عني ايه؟ البت مننا شرف وسمعه، ولو اتشافت صوره ليا بالمنظر ده كله هيتكلم عليا. مع المهم انها مش صورتي، بس اني طلعت في صوره بوضع زي ده حسبي الله ونعم الوكيل. خطيبي لو شاف الصور دي مش هيكمل معايا في الخطوبه، وهيبقى عارف ان ماليش ذنب في موضوع زي ده. محدش هيرضى على نفسه ان اللي مرتبط بيها هتطلع بشكل زي ده. رحت في داهيه وانا ماليش ذنب. ما بقتش عارفه اقول له ايه ولا ارد بايه. مخي اتشل عن التفكير من اللي شفته. انا عمري ما اتحطيت في الموقف ده قبل كده. انا من عيله محافظه قوي. قال لي رد يا كذا وشغال في الفاظ عمري ما سمعتها في الشارع. قلت له حضرتك بتعمل كده ليه وبتركب صوري على السفاله دي ليه؟ اتقي الله وخاف وما عندكش اخوات بنات. اللي هتعمله في حد هيترد لك، ربنا عادل. قال لي انت هتعملي لي شيخه يا بنت كذا. بقه بيطلع سفاله كتير قوي وانا كل شويه بتصعق من اللي بسمعه منه. قال لي عاوز منك 2000 جنيه والا صورك هتكون عند حسام حبيب القلب. حسام ده خطيبي وهو عندي على الاكونت. انا مش عارفه اكلم حد يساعدني، ما عنديش صحاب كتير وخايفه قوي من رد فعل الشخص اللي هقول له ايا كان مين، حتى لو كانت ماما. بجد ما بقتش عارفه اتصرف ازاي. كان كل اللي معايا 800 جنيه قلت له مش معايا غيرهم، وحلفت له برضه قعد يشتم فيا تاني من غير سبب. انا بنت ما استحملش كل الاهانه والسفاله دي، طعن في شرفي وقله ادب حسبي الله ونعم الوكيل. قال لي حوليهم يا بنت كذا اللي يجي منك احسن منك، وكتب لي رقم فودافون كاش وحولت له كاش على رقمه ده. كنت عاوزه على الاقل اغير باسورد الاكونت، بس خفت قوي ولا يتضايق اني غيرت الباسورد فيعمل حاجه بالصور دي. هو كل اللي عمله وقتها انه وقف شتيمه فيا. انا قلت له امسح الصور وانا مسامحاك، اعتبرني زي اختك، انا غلبانه، انت شكلك حد كويس وراجل وابن بلد. وقعدت اقول له كده مع انه عمره ما يعرف حاجه عن الرجوله، يمكن قلبه يرق ويمسحهم. قلت له انا لو كان معايا فلوس تكفي كنت دفعت لحضرتك كل اللي قلت عليه. قال لي اكتمي يا بنت كذا وما بعتلوش حاجه. بعدها اختفى في كام يوم. انا فكرت انه خلاص مش هيضايقني تاني. راح بعت لي تاني يقول لي عاوز فلوس. قلت له صدقني مش معايا فلوس، والموقف اللي انا فيه عمره ما يخليني اكذب عليك. راح قال لي سجلي لي فيديو قولي لي انا خدمتك يا سيدي اسلام. اترجيت وسيبني في حالي، احنا في شهر رمضان. قال لي لو ما بعتيش حاجه يا بنت كذا هبعت الصور دي لخطيبك. انا ما بقتش عارفه اعمل ايه وبقيت اعيط بهستيريا من الوضع اللي انا فيه. حتى لو خطيبي فشكل معايا ما عنديش مشكله، مع ان خطيبي محترم وابن ناس، بس الارض تنشق وتبلعني ولا حد يشوف صوره ليا بالشكل ده. رحت سجلت له فيديو وانا بقول له ده خدمتك يا سيدي وبعته له، وانا مش عارفه نتيجه اللي بعمله ده هتكون ايه. انا كل اللي عاوزاه انه ما يبعتش حاجه لحد. وفي الوقت ده بعت لكم ومحدش رد. انا بعت لكم من اكونت لسه عاملاه، ده مش الاكونت الاساسي بتاعي عشان ما يعرفش حاجه. ببص في المسجات بتاعتي لقيته كلم صحباتي يقول لهم حولي لي 200 جنيه يا فلانه ولما اجي لك هديهم لك، انا محتاجاهم ضروري. في 7 اشخاص حولوا له، منهم صحباتي وبنت عمتي وزميلتي في الشغل. كانوا بيرنوا عليا عشان يطمنوا عليا عشان مفكرين ان عندي ظرف طارئ عشان استلف الفلوس دي. ما كنتش برد في الاول، بس بعدين رديت وقلت لهم معلش احتجتهم في حاجه وهردهم لكم بعدين. وبقيت خايفه وقلقانه اكتر من الاول، يا ترى هيستلف من مين تاني باسمي. من وقتها وانا منعزله عن كل اللي اعرفه، مش بطلع ومش عارفه اعمل ايه، لحد ما اختفى وجالي تاني من كام يوم يقول لي عاوز فلوس
فلوس. قلت له انا مش معايا فلوس صدقني. قال لي مصدقك يا بنت كذا، انت مخطوبه وخطيبك اكيد جاب لك ذهب، انا عاوز ختمك او محبسك او غويش او اي حاجه ذهب ومش هجيلك تاني. قلت له ازاي بس، حرام عليك اقول لخطيبي ايه دلوقتي؟ انت بتعمل فيا كده ليه؟ حرام عليك. قال لي قولي له ان الختم ولا الغويش هوقع منك. قلت له مش هعرف، انت كده هتوقعني في مشكله. قال لي انت لو ما سمعتيش كلامي هتبقي في مشكله اكبر يا بنت كذا. قلت له هتصرف لك في فلوس. قال لي 5000 جنيه. قلت له هتصرف لك فيهم، انا مستنيه بس اقبض وهديهم لك، هاخد لك سلفه مخصوصه. قال لما نشوف. هو دلوقتي مستنيني عشان ابعت له 5000 جنيه وانا مش عارفه هجيبهم له منين. الحمد لله انك رديت عليا، ممكن تشوف لي حل، انا تعبت نفسيا من الموضوع ده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا مش عارف اقول لك ايه بامانه، انا متاسف ليك يا اختي، والتاخير ده صدقيني مش بايدي، انا ماسك مواضيع تانية برضه. عارفه بس هتعرف تحل المشكله دي ولا هيفضل يذلني ويشتمني ويشتري ويبيع فيا كده؟ انا بجد تعبت قوي ونفسي ارجع اليوم العادي. والله اليوم العادي ده نعمه من ربنا، انا عايشه في كابوس وخايفه قوي منه. عشان حضرتك تتاكد انا سجلت لك فيديو فيه الحته وهو بيهزقني فيها، بيقول لي الفاظ زباله ويقول لي على فلوس. انا مش هقدر ابعت لحضرتك كل الشات بيني وبينه عشان الصور اللي مركبها عليا. اتاكدت يا روى خلاص؟ ممكن تجيبي لي لينك الاكونت بتاعه؟ حاضر. تمام. عاوز لينك البيج او البروفايل او الموقع اللي انت دخلت عليه والرقم اللي انت حولتي عليه الفلوس. حاضر. دي الصفحه اللي كان بيعرض عليها الاسئله وده الرقم اللي حولت عليه فودافون كاش. تمام. ممكن تقول لي هتعمل ايه؟ انا قوي طمني، خايفه يعرف ويبعت حاجه لخطيبي. لو لقيت اني مش هعرف احل حاجه هسيب الموضوع، هكلم الرجاله ونشوف حل ان شاء الله. لو الواد بعت لك حاجه تبعتي لي على طول، اتفائلي خير لان اللي جاي خير باذن الله. يا رب يكون خير. كله يجمع حالا يا جماعه، ضروري. معاك يا سلامة، أنا هنا حضرت. دلوقتي في بنت دخلت على بيج تقريبا او موقع على اساس ان الموقع ده فيه اسئله واللي بيجاوب بيكسب جوائز. في بنت دخلت تجاوب على الاسئله دي وصدقت الحوار ده فكسبت ودخلت بياناتها عشان تستلم الجايزه. هي ما تعرفش انه فخ فسجلت بياناتها وكل ده باكونت الفيسبوك، وطبعا كتبت اليوزر والباس. الحوار من البدايه كان فيك، واحد بيبتز البنات وبيسرق الاكونتات عن طريق لينك. فالواد اخد الاكونت بتاعها ودخل اخد صورها وركب عليها صور زباله. هي بتقول الصور تبان انها متركبه، لكن حتى لو كانت متركبه فهي بنت برضه ليها سمعه. الواد طلب منها 2000 جنيه، عطته هي 800 ودول اللي معاها على كلامها. بتقول انه بيشتمها كل شويه وبيهنها. مش بس كده، ده دخل لاصحابها او معرفه من الاكونت بتاعها اللي هو مخترقه وخلاهم يحولوا له فلوس كاش، وهم حولوا على اساس ان الفلوس دي للبنت، ما هو بيتكلم من الاكونت بتاعها اللي اخده. يا ابني وطلب منها تبعت له ذهبها وتقول لخطيبها انه وقع منها. ولما قالت له لا قال لها ابعت الصور المتركبه لخطيبك. قالت له هتصرف لك في 5 بواكي وعماله تماطل فيه كل ده بيهم فيها. هو في كده؟ صبرك يا رب. للاسف يا عم عادل. المهم حد عنده فكره نتعامل بيها مع الواد ده؟ ها يا رجاله؟ مش عارفة يا سلامة، مفيش حاجة في دماغي دلوقتي. طيب يا رجاله انا هدخل الويب اكونت فيك وهجاوب على اسئلته على اساس اني بنته، وهسجل باليوزر والباس واشوف هعمل معاه ايه. تمام أوي يا سلامة. انت يا بنت مين انت؟ انا اللي دهمر عمري سنين. انت بتكلمني بالطريقة دي ليه؟ والشتيمة دي لمين يالا؟ اشكال زبالة، هعمل بلوك. طب جربي اعملي يا هتعمل ايه يعني يا قليل الادب؟ هفكه. يا سلام، هو محدش قالك؟ محدش قال لي ايه؟ محدش قالك ان اخترقت الحساب بتاعك؟ يا سلام. ده انت هيطلع امك النهارده. انت كداب. هبعتلك صورة كده لسه مركبها. مين الحلوة دي؟ انت ازاي ركبتها كده؟ برنامج بيكس ارت. كل يوم بصحى الصبح اقعد على القهوة طول النهار وامسك لي بنتين زي حالاتك كده فيهم، اركب واغير وافضح. لو مش عايزة تبقى زيهم يا حولي لي 2000 جنيه واعتبريني ما دخلت الكيش. طب انا مش معايا فلوس دلوقتي يا خسارة، كده صورتك هتنزل. حازم، لينك تيك توك الفيديو من بتوع الاكل عاوز احدد بيه مكان يحضر حالا. خلصانة. خليك متابع معايا ها؟ معاك. ما تنزلش صوري وهعمل لك اللي انت عاوزه. انا ممكن اجي لك البيت اعمل لك اللي انت عاوزه. انا اتمنى بصراحة انك تعملي لي اللي انا عاوزه يا بس انا مش عبيط زي ما انت فاكره. اكيد يعني هتجيبي لي حد يضربني. لا انا عمري ما هعمل كده. هاجي لك على المكان اللي تقولي عليه. يا انت فاكراني عبيط عشان اقول لك على مكاني؟ انا عاوز 2000 اخلصي. طب بص انا بعمل فيديوهات اكل ASMR اللي هي الاسترخاء دي، بتطلعي تدفعي بس يعني. هي دي. لما اقبض هبعت لك المبلغ. حس كده المبلغ هيزيد يا والاوضاع هتختلف. انا عاوز 20000. انت على قلبك قد كده من الفيديوهات. بس انا فيديوهاتي مش بتجيب لسه، مش بكسب كتير. احكم بنفسك. عندك 1000 متابع، لو طلبتي من كل واحد يدفع لك 20 جنيه هتلميهم. قدامك اسبوع تلمي الفلوس يا بنت والا افضحك. احاول اتصرف. بتفهمي؟ لما تجمعي الفلوس يا ابعتيهم فودافون كاش على الرقم ده. حاضر. حازم الواد دخل على اللينك، جبت مكانه؟ معاك يا باشا. تسلم يا كبير. مريم، ايه يا سلامة؟ عاوزك ترن على الرقم ده تقولي له انا مريم بتاعت فيديوهات الاكل بتاعت التيك توك. تقولي له خليهم 10 بواكي مش عارفه اتصرف. اللي هتكلميه ده الواد اللي اخد الاكونت بتاع البنت وعاوز اتاكد ان الرقم اللي بعتهولي ده هو ماشي بيه ولا لا. تمام. سلامة. ايه الدنيا؟ رد عليا واحد وقال لي مين. عملت نفسي بعيط وقلت له خليهم 10000 مش عارفه اتصرف. راح شاتمني وقال لي بقوا 30 يا
وقفل السكه. حلو قوي. صوته كان في مكان هادي زي البيت مثلا ولا في دوشه زي قهوه؟ لا كان في صوت عالي اكنه قاعد في قهوه. تمام يا مريوم، تشكري. 30,000 يا بنت عشان تبقي ترني تاني، كل ما ترني هزود 10. اخرك معايا اسبوع وانزل الصور لما بعتليش فلوس. فاهمه يا ولا مش فاهمه؟ انا هتصرف فيهم منين؟ ما توجعيش دماغي بقى، خلاص مش هرن تاني، هحاول اتصرف فيهم. عم عادل، ايه يا سلامه؟ تجمع الرجاله كلهم تروحوا على العنوان ده بكره. الواد قال لي انه بيقعد في قهوه على طول وتكونوا هناك زي دلوقتي. اول ما توصلوا على اللوكيشن ترن على الواد وتشوف مين اللي هيرد. طيب لو ما لقيتش الواد تكلمني، لو لقيت الواد هتروح ماسكه رزق اللي خلفوه على بنتك، بعدها تطلبوا اهله في قعده وتكلمني. بكره تكون هناك. ها حاضر يا سلامه. اخد معايا رجاله كتير؟ خد معاك شيكو والبوب وحمدان واسماعيل. تمام. سلامه. يا عم عادل، انا هناك دلوقتي، هرن واشوف ايه الدنيا. تمام. سلامه. ايه الدنيا؟ رنيت على الرقم اللي قلت لي عليه ولقيت شاب سكه 27 سنه بيرد. انا بكلمه وشايفه بيرد قدامي، رحت داخل عليه باليد رزعت امه في الارض، نيمته على الارض واشتغلت فيه بايدي ورجلي على وشه وجسمه. اول مره اضرب حد بالشكل ده، كان جوايا غل منه. الناس اتلمت وكانت هتحصل خناقه كبيره. كبير المنطقه الحاج عبد جه، هو راجل عنده زي 60 سنه. راح قال لنا في ايه؟ انت ازاي تدخلوا المنطقه هنا وتمدوا ايدكم على واحد من المنطقه؟ انتوا مش هتطلعوا من هنا حته واحده. شيكو وحمدان اتزرزروا وهبوا في الراجل، قالوا له مش تعرف هو بيعمل ايه الاول؟ لو جايه معاك بعراك تتقلب يابا ومش هتاخد معانا حق. مفيش مشكله بس احنا مش غلطانين. سكتتهم بالعافيه هم والراجل، قلت له اعرف اصل الحوار واحكم وانا راضي بحكمك. انا كنت متضايق قوي يا سلامه بصراحه، فكدت اعصابي على الواد وضربته جامد، خليته وشه الوان بس مش ندمان. قال لي قول حكايتك. قلت له دلوقتي الموضوع بيقول كذا كذا كذا، فرجت المحادثه واللي انت قلته لنا يا سلامه. قلت له بص يا حاج، انت على عيني وعلى راسي، وانا لو اعرف طريقه كنت جيت وقلت لك حصل كذا كذا من واد عندكم في المنطقه. الواد واخدها شغلانه وبيمسك صور على بنات الناس، واللي كلمنا عنه واحده بنت زي ما انت شفت من المحادثات، وشاف احنا بنعمل ايه. قال انا شفت فيديو قبل كده زي ده. هو انتوا الجماعه دول انتوا تتشالوا على الراس بالخير اللي بتعملوه ده. راح ماسك الواد رزعه على عم اللي انا ضربته له، ونادى اهل الواد طالبهم في حساب، كل واحد هيشيل شيلته. الراجل مضايفنا عنده دلوقتي وعازمنا على الغداء. ايه اللي تؤمر بيه يا سلامه؟ طبعا معادل لحد دلوقتي تمام. الواد اخد من البنت 800 واستلف على اسمها 1400 على ما اتذكر. كده انا طالب منك 50,000 جنيه، ما يقلوش جنيه، زود عليهم كمان 5 اللي هم الاساس. حازم، نعم يا باشا. هتروح لعم عادل وتاخد تليفون الواد، ولو عنده لاب او كيسه او تابلت يتمسح كل حاجه عليهم وتعامل فيهم، تدور على الاكونتات والخزن السريه وكل حاجه. بعد ما تخلص تدي الحاجه لعم عادل عشان هيكسرها. تمام. عم عادل، ايه يا سلامه؟ ظبط الحوار وانا معاك. تمام. كل حاجه تمام يا سلامه. انا خدت الرجاله كلهم بما فيهم حازم ومروح. اهل الواد حضروا واتحكى لهم على اللي حصل. راح ابوه رازق ابنه بخشب على دراعه ودفع الفلوس 55,000. رحنا جبنا حاجه الواد كلها، لابتوب وتليفونين تاتش. حازم اتعامل ومسح كل حاجه، وانا خدت الاجهزه فتفتحها حتت. الحاج عبد قال لنا لو احتجتوا حاجه تاني جنبي كلموني. خدته بالحضن واتكلنا على الله وادينا جايين اهو. تمام يا عم عادل، الله ينور. عاش عليكم يا رجاله. الله يكرمك يا سلامه. شوف كده كلم البنت عشان ادي لها حقها اطمنها. حاضر يا عم عادل، كنت لسه اكلمها. تمام. رؤى، نعم. الموضوع اتحل الحمد لله. بجد؟ الحمد لله. ازاي؟ عمل حاجه في الصور؟ ده غبي ومؤذي. ما تقلقيش، الواد كان ضرب لا تتخيليه. رحنا له مكانه وقعدنا مع اهله في قعده وحكينا لهم على اللي حصل. والصور؟ الصور اتمسحت والجهاز اللي كان عليه الصور اتفتت بقى رمل دلوقتي. بتتكلم جد؟ بجد. الحمد لله ان في ناس جدعه زيكم. متشكره جدا ليك يا احمد، ربنا يكرمك. اللهم واياكم. ممكن رقمك؟ اهو رقمي، بس انت محتاجه ليه؟ احنا خدنا تعويض على الواد عمله 55,000. انا عارف انك مريتي بظروف صعبه وضغط كبير، بس ان شاء الله ده يكون اخر ضغط تتعرضي ليه، والفلوس دي حقك. انا مش هينفع اخد الفلوس دي، حضرتك اولى بيها مني. كفايه انكم كلفتوا نفسكم وتعبتوا نفسكم معايا وتصرفتوا، انتم اولى مني بيها. ده حقك، مفيش الكلام ده. هاتي رقم فودافون كاش. ما عنديش فودافون كاش. خلاص روحي لاي سنترال كبير وقولوا له عاوز استلم فودافون كاش. هدي رقمك لعم عادل وهو هيكلمك، اديله الرقم وهو هيحول لك الفلوس عليه. هو غالبا ممكن الفلوس تتحول على رقمين، ايا كان اللي السنترال يديهولك رقم او 2 لما عم عادل يكلمك تديهم له. حاضر يا احمد، شكرا ليك بجد، انا بحبكم قوي. خير ان شاء الله. ان شاء الله. عم عادل، ده رقم البنت اللي اتمسك عليها الصور، تكلمها وتحول لها ال 55 باكو. رن عليها وخليك معاها لحد ما التحويل يتم وتاكد انها استلمت الفلوس. تمام يا سلامه. حبيبي عدول. قلبي.